السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع الجميع نهاية الأسبوع الماضي حفل تدشين الرئيس الجزائري رفقة الرئيس الموريتاني لمعبر حدودي تجاري بين الجزائر وموريتانيا، وما عقب ذلك من محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني ومقتل حارسه الشخصي وإصابة آخر، وذلك موضوع آخر. لكن الغريب في الأمر هو أن المعبر بطل قصة صراع اليوم قد تم تدشينه عدة مرات من طرف الجزائر، ويتزامن دائما مهرجان افتتاحي مع متغيرات في المنطقة لا تخدم مصالح الجزائر، وكأن المعبر هو عبارة عن فزاعة تستعملها السلطات العسكرية الجزائرية لمحاولة تأخير أو صد كل محاولات القفز على مصالحها. الأمر بدأ بعد أن قام المغرب بتأسيس خط تجاري قديم جديد يربط الجزء الغربي من الصحراء المغربية باتجاه مالي والنيجر وتشاد عبر موريتانيا، وهو طريق قديم كانت الإمبراطورية المغربية تسميه طريق الملح والذهب، وهو عصب تجارة المغربية مع إفريقيا، وأهم سبب جعله يقف قويا في وجه دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وحين قررت السيطرة على المغرب بدأت باحتلال جزئه الجنوبي في موريتانيا، وبعد ذلك الجزء الشمالي في الساقية الحمراء ووادي الذهب، وعمدت بعدها فرنسا إلى فصل الجزء الشرقي من الصحراء في كل من شمال شرقي موريتانيا وإقليم تندوف وشمال مالي، وأسست فيه كيانات غير موالية للمغرب حتى يكون حاجزا بينه وبين طرق التجارة مع إفريقيا، ولا ينمو الاقتصاد المغربي ويصبح قادرا على تمويل مقاومته لضفة الشمال البحر الأبيض المتوسط، ويسهل بعد ذلك إخضاعه. خطة كهذه تحتاج لتمويل كبير لشساعة الأقاليم المغربية وولاء القبائل له هناك، وهو ما تم حله عن طريق تحالف عدة دول، حيث كل دولة تهتم بجزء من المغرب، فكانت إسبانيا وفرنسا هم من تقاسموا الأدوار. وكي تنتقل فوائد إفريقيا نحو فرنسا، حاولت هذه الأخيرة رسم خريطة الجزائر الفرنسية بطريقة تجعل منها محطة انطلاق نحو كل الأقطار الإفريقية، حيث جعلت من الجزائر لها مدخلا نحو المغرب، ومدخلا نحو موريتانيا، وآخر نحو مالي والنيجر، وآخر نحو ليبيا وتونس، وهو ما سيمكنها من مواصلة السيطرة على الأنظمة الحاكمة هناك وقدرتها على التدخل المباشر فيهم. لذلك كان دور الجزائر هو دور محوري جدا في السياسة الفرنسية الخاصة بإفريقيا، وأي محاولة لإيجاد طرق بديلة عن الجزائر فستقف فرنسا في وجهها بكل قوة، وهو ما يجعل الصراع في الحقيقة بين المغرب وفرنسا. وحتى حين نجح المغرب في تأمير معبر القرقارات سنة 2020 لم تصدر بيانا داعما له، لأنه بذلك أصبح أكثر حرية من ذي قبل في اتخاذ قرارات أكثر جرأة والتقدم نحو إفريقيا من خلال صناعته الخاصة بعيدا عن الصناعات الغربية. تلك النقطة بالذات جعلت إسبانيا تفهم أن مراهنتها على فرنسا لم تكسب منها شيئا غير العداوة مع المغرب، وأن المكاسب حين فشل المغرب ستذهب لفرنسا من خلال الطرق التجارية التي تمر عبر الجزائر نحو الميناء الفرنسي في وهران، ومن خلال ذلك قررت دعم المغرب، لأن التجارة الإسبانية ستستفيد من خط تجاري يربط مدريد بطنجة مباشرة عبر القرقارات نحو سوق غرب ووسط إفريقيا، وهو سوق يتعدى سكانه 400 مليون نسمة، والناتج الداخلي لدوله أكثر من 55% من ناتج القارة بأجملها. وبسبب ذلك اعترفت بمغربية الصحراء تحت سياسة رابح رابح أفضل من الرهان على الآخرين. الآن المغرب يستعد لفتح معبر آخر شرقا عبر مدينة السمارة نحو موريتانيا ومنه نحو مالي، ويتقاطع مع طريق الزويرات تندوف الذي تراهن عليه الجزائر، والهدف منه عرقلة طريق المغرب التجارية. لكن حين نرى الجزائر نرى دولة غير عضو في منظمة التجارة العالمية،
ليس لها اتفاقات تجارية حرة مع دول العالم، ليس لها صناعة محلية إنتاجية، واقتصادها اشتراكي، نظامها المصرفي ضعيف غير مندمج مع النظام العالمي، واقتصاد يعتمد على الغاز ويستورد كل المواد الغذائية والصناعية، ويعاني من ندرة في توفيرها لشعبه، فكيف سيصدرها عبر معبر تندوف نحو إفريقيا؟ وما هي المواد التي ستصدرها موريتانيا له؟ كل تلك النقط تجعل من المعبر مولودا ميتا يفتقد لطريق بري معبد في الجانب الآخر من موريتانيا وحتى في الجزائر. من جانب آخر، المغرب في بلاده تم اعتماد ميثاق التجارة العالمية فيه، وله اتفاقيات تجارية حرة مع أوروبا وأمريكا وكندا ودول أمريكا اللاتينية وتركيا، واتفاقية تجارية مع عدة دول في مجموعة العشرين ومجموعة السبع، وهو بلد رأسمالي ليبرالي يستقبل الاستثمارات، وله موانئ ضخمة في طنجة والدار البيضاء والناظور وأكادير والجرف الأصفر والعيون والداخلة، وهو مقر عدة مصانع متعددة الجنسيات في عدة مجالات، وله قوة إنتاجية فلاحية كبيرة واقتصاد منتج لا يعتمد على المحروقات. ذلك ما يجعل عدة دول في العالم متحمسة لخطة المغرب، لأن مصانعها في المغرب ستعمل بكل قوة وستتدفق استثمارات كبيرة جديدة بعد تدشين معبر السمارة، وهو الأمر الذي لا تستطيع موريتانيا الوقوف في وجهه رغم ضغوطات الجزائر، لأن أصحاب المصالح العالمية لهم مصلحة في فتحه لمنافسة الصين التي اختارت شرق إفريقيا بوابة لها، لكن الحروب هناك في السودان والصومال تعرقل خططهم. ومنه فإن منع موريتانيا لمعبر مغربي ستعتبره أمريكا وبريطانيا وحلفائهم دعما للصين، وهو ما قد يجعل استمرارية تواجدها كدولة في النظام العالمي الجديد موضع نقاش، وذلك ما جعلها تقبل بافتتاح معبر الزويرات لتقول الجزائر: أنا أفتح الباب للجميع، لكم وللمغرب، وأن نجاح المعابر مرتبطا بكم أنتم وليس لأنني حليف أحدكم. الجزائر فهمت ذلك حين قبلت موريتانيا بتدشين معبر تندوف، وقد بدا الرئيس الجزائري منزعجا متهجم الوجه ويتصرف بعجرفة لأنه يعرف أن موريتانيا لن تمنع فتح معبر السمارة، وهو ما يعني زيادة خنق الجزائر وفتح نافذة حياة لمالي والنيجر وتشاد ودول وسط إفريقيا، وخلق مساحة مناورة إضافية لهم أمام دولة فرنسا للانعتاق منها وينسحبوا ببطء من تأثيرها عليهم. وقد ظهر ذلك في خطاب رئيس مالي والنيجر وبوركينا فاسو حين كانوا سعداء بمرور سفينة المغرب بالقرب من سفنهم في عرض بحر سياسة النفوذ العالمية، سياسة محورها أمريكا التي منعت الإطاحة بالأنظمة الجديدة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لأنها تريد طرق تجارة نحو الداخل في المغرب، حيث سيرتبط الميناء الضخم بالموانئ الأمريكية، وبذلك تكون أمريكا في مواجهة مباشرة مع فرنسا في إفريقيا لمنافسة الصين. السلام عليكم.